السلام عليكم. أهلا بكم في عالم التطبيقات. تقدر دلوقتي تشترك في قناتنا وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في عالم التطبيقات، ونقدر نساعدك بمعلومات عن كل التطبيقات اللي انت محتاج ليها في حياتك بشكل يومي وبطريقة سهلة وبسيطة. النهاردة هنتكلم عن تطبيق مكتشف القبلة. طبعا احنا عارفين ان الصلاة من اهم شيء في حياتنا، وان انت اي مكان بتروحه بتحتاج ان انت تعرف القبلة فيه علشان تصلي، وده من اهم التطبيقات اللي لازم تبقى موجودة عليك على موبايلك. والتطبيق ده سهل جدا وبسيط، واخد 4.4 تقييم، ومساحته 12 ميجا بس، ومحمله اكتر من مليون شخص. وده اداة رائعة عشان تكتشف القبلة على تليفون اندرويد عادي. من مميزاته ان انت تقدر تحصل على اتجاه القبلة بطريقة سهلة جدا، ولانه بيحتوي على ميزة بوصلة القبلة. وكمان كل اللي عليك ان انت تحطه على سطح مستوي عشان تحصل على القبلة فيه، وتقدر تشوف القبلة عن طريق الانترنت وتصلي صلاتك في الوقت المحدد ليها. التطبيق ده كمان موجود فيه عداد للتسبيح، تقدر تسبح عليه، بيسمح لك ان انت تسبح 33 مرة و99 مرة. الموقع التلقائي هيقوم بتطبيق اتجاه القبلة ويجيب مكانك بشكل بسيط عشان تقدر تحصل على القبلة. بوصلة الباحث عن القبلة بتظهر اتجاه القبلة بدقة 100%، ما فيهاش أي جدال وما فيش أي شك في التطبيق ده، لأنه متجرب جدا والتعليقات اللي عليه رائعة جدا. باستخدام القبلة هترى البوصلة بتاعت القبلة عن طريق الانترنت، وتقدر تحدد وجهتك وتصلي بسهولة جدا. التطبيق ده لا غنى عنه لأي حد، موجود على جميع الهواتف، واحنا كمان بننصحك ان انت تحمله عشان لو رحت اي مكان في العالم سهل جدا ان انت تستخدم التطبيق ده، وان هو يحدد مكان القبلة في المكان اللي انت مختلف فيه، هتقدر تصلي صح ولا في اتجاه غلط. اتمنى اكون وصلت لكم التطبيق بشكل سهل وبسيط، ومنتظرة تعليقاتكم على التطبيق. ولو في اي تعليقات ايجابية او سلبية او حاجة انا ما قلتهاش عن التطبيق، ياريت تنبهونا في التعليقات. ولو انت شفت الفيديو ده بعد فترة ولقيت ان في اي جديد او تطوير حصل في التطبيق، ياريت تبلغنا بتعليق تاني علشان نوصله ليك بشكل افضل، ونعمل لك فيديو تاني نشرح لك فيه التطبيق بعد التعديلات. ياريت نشترك في القناة ونفعل الجرس علشان كل يوم أعمل لكم فيديو جديد وتطبيق جديد تستفيد منه في حياتك، ووصله لك بطريقة سهلة وبسيطة.